إخواني أهلا وسهلا. كان بودي أن أخصص ليس حلقة واحدة بل مئات الحلقات كلها متعلقة بنادي الرجاء. لماذا؟ لأن نادي الرجاء مهدد بالإضعاف، لأن نادي الرجاء هو نادي وطني، نادي بصيغة وطنية منذ كان، لأن نادي الرجاء هو كفة مائلة في كرة القدم المغربية، لأن نادي الرجاء هو جزء من تاريخي وحياتي وشبابي ورجولتي ومشاقي في كرة القدم وفي الرياضة عموما. أنا قمت باختبار باش نكون مذيع في مباراة بين الرجاء والفتح في نوفمبر 1962 في الرباط، ونجحت التجربة، وكانت أول مباراة اللي نقلت على الأثير مباشرة من الدار البيضاء، وفيها الرجاء أمام الكوكب المراكشي، والرجاء غلبات ب2-0 وسجلهم 2 موسى. الرجاء غيرت وجه كرة القدم المغربية بعد الاستقلال. الرجاء خلق تنافسية عامة ماشي غير في الألقاب ولكن في فن كرة القدم بفضل اليد الكريمة ديال الكرة اللي خلاها المرحوم البيرجيكو. قلت 100 حلقة وما تقدنيش على الرجاء، لأن الرجاء مفتوحة عليها الرشاشات من كل جهة حتى من الداخل. نكونوا صرحاء، أنا إلا كنت كنبغي الرجاء خصني ننفعها ونقول فيها الحقيقة، إلا كنت باغي نطمع فيها خصني نمشي لواحد الجهة وندافع عليها، وهذا ما هو حاصل الآن في الرجاء. تفرق القوم الشذر مدار وكل يبحث عن مصلحته وعن الظهور أو حب الظهور. على كل حال، قبل ما نتكلم عن الرجاء قررت باش نخصص حلقة على الصحافة، لأن الصحافة هي جزء من المعاول التي تضرب الرجاء عن قصد أو غير قصد، عن جهل أو عن غير جهل، الله أعلم. في الصحافة المغربية هنالك حقيقة وواقع لا بد وأن نرد إليهما الاعتبار. هذه الواقع وهذه الحقيقة هو خاص بعالم كرة القدم، وكذلك خاص بالمؤسسات العامة. شنو هو هذا الواقع؟ وهو سيادة الرؤساء المطلقة على الكيانات متى أصبحوا على رأسها، سواء عن طريق التنزيل أو الاختراق أو عن طريق القانون أو عن طريق المساطر الإدارية، وغالبها لا يحترم القوانين ولا يمكن أن تطعن فيه لا بالقضاء ولا بأي شيء ولا بالإعلام ولا بأي شيء. هو واحد اليد جبارة كتجي ودير شي حاجة، وتصبح تلك السيادة مطلقة لذلك الرئيس إذا كان المسؤول من نوع المريض بالأبهة أو ناوي على أطماع مادية ولا يمكن أن يحققها إلا إذا انفرد واكتسح بالمؤسسة. وهذا الأسلوب كان سائر من زمان، ولكنه لم يكن طاغيا ولا مريعا ولا فظيعا كما هو اليوم، كان ظاهرة محدودة وأصبح اليوم قاعدة مطلقة في الرياضة وفي غير الرياضة. عفوا، لاحظوا معي الهالة التي يحاط بها القجع أو يحاط بها أي رئيس عنده الفلوس، ولكن اللي مكيبقاوش عنده الفلوس مكيبقاوش عنده ديك الهالة، أو يحاط بها أحزون، أو يحاط بها والي الدار البيضاء مثلا، أو عامل في عمالة الدار البيضاء أو عمالة أخرى، أو عمدة، أو مدير الأمن، أو عميد ذكي ويشتغل ويعرف شغله.
ولتقريبي هذا الفهم غنضرب لكم بعض الأمثلة من بلدنا الأم فرنسا. هنالك لا نجد لمرض الأبهة ولا حب الظهور ولا السيطرة بكيفية مجنونة كما هو عندنا الآن. ونجد الصحافة تشتغل ليس مع العماري العمدة، لا، مع العمدة، مع لاميري، تشتغل مع ماتينيو مقر وزارة الخارجية، تشتغل مع الكيدورسي رئاسة الحكومة، تشتغل مع الشانزيليزي رئاسة الجمهورية. لا تشتغل أبدا مع الأسماء، عبد الإله بن كيران رئيس كذا، و العماري عمدة كذا، وفلان الوالي ديال كذا، والحموشي ديال لا، الأسماء معنا. عندهم المؤسسات، يشتغلون مع المؤسسات، والمؤسسات هي التي تدبر وهي التي تفشل أو تنجح. بينما في المغرب أنا قلت لكم كنمشيو للشخص، خصوصا اللي كان عنده الفلوس أو كيعطي الفلوس. فمن أين تسلط علينا هذا النوع من قصائد المدح، قصائد عكاظ في المدح وقصائد هز العلافة؟ كتعرفوا شنو هو هز العلافة؟ أنا با فلاح، والفلاحين كيعرفوا هذه القضية. الحصان أو الفرس أو البهيمة لما كتكون عندها واحد هذيك الخنشة ديال العلف وكيتقاضى لها وكتطلب العلف، كتبغي تطلب، كتبقى دير بالعلافة هكا كتهز راسها، أحيانا كتحنعن. هذا هو هز. وهذا عندنا في الصحافة المغربية وسائد. شكون اخترع هذه المصيبة هذه؟ الصحافيون هم المخترعون لهذا الأدب الإعلامي المارق المخرب، وليست الصحافة كما يدعي البعض. لأن أعرف مدراء الصحافة، أعرف أكثريتهم ناس محترمون، ناس مثقفون، ناس لا يبحثون عن البهدلة إن كان التعبير صحيحا. شكون كيدير هذا؟ الصحفيون النصابون والمبتزون بالخصوص، واللي ما عندهم منين يجيبوا القوت ديالهم الحلال، وهم في المغرب بعشرات. هم من روجوا لتلك البضاعة وجدوا شكون اللي يشريها من عندهم ويقتنيها منهم، وهما المسؤولون الضعاف، المسؤولون اللي مرض الطاعون بحب الظهور والأبهة. وتكاثرت هذه المصيبة ديال هاد الصحفيين وأصبحت بالآلاف منتشرة كالجراد كالذباب في كل مكان. لماذا انتشرت؟ لأنه ولات هنالك واحد الجناح، واحد الجهة، واحد المرفق اسمه الفيسبوك، ما فيه لا رئيس تحرير ولا مدير ولا مراجع ولا رقيب ولا والو. يجي كيقول لك انا صحفي وعندي صفحه، وكيمشي ويمدح شي واحد ولا يشتم شي واحد وكيولي صحفي، وكيبغي يجلس على العامل، وكيبغي يجلس حتى هو قدام القشاع وقدام فلان وقدام فلان وقدام غيرهم. الفيسبوك نعمه، ولكن لما كنشوفوا اوجه الاخرى ديالو نجدوه نقمه. والانسان ما كيعرفش يكتب ذلك بلا الف وهو صحفي، ويعامل من طرف المذبذبين على انه صحفي. عندي معكم من بعد مواعيد في حلقات بالنسبه للرجاء، منهم اصحاب الرجاء الحقيقيون، منهم المتواطئون، منهم المزعزعون، منهم النصابون، منهم الفقراء الدراويش الذين يمدون ايديهم، منهم الذين يريدون تدمير الرجاء والحط من قيمة الرجاء وفك قوة الرجاء، وهي أكثر من جهة. وغادي نكون صريح ولو في صحابي واللي كنعرف، وغادي تشوفوا هذا الشيء، وغادي لما نسرد بعض الأسماء ماشي من باب الدم، بل من باب
الحيطة، ومن باب التنبيه، ومن باب اللوم، اللوم الحنون، اللوم الأخوي الأسري الرياضي بكل روح رياضية. معي مع الرجاء إما غدا أو بعد غد. إلى اللقاء.